مساء الفل عليكم. انا يوسف مجدي، والنهارده هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن ماتش ليفربول وريال مدريد. ريال مدريد، بس خلينا كده في البدايه نتكلم عن ماتش ليفربول وريال مدريد اللي كان في الذهاب، اللي كان على ملعب انفيلد على ملعب ليفربول، ونتكلم كده باختصار عن اللي حصل فيه. تلاقي نادي ليفربول كان كسبان 2-0. جون كده دخل بالكعب من داروين نونيز، وكمان كرة اتقطعت من دييجو كورتوا، ودخل الجون من صلاح. انا قلت الماتش خلاص، الماتش ده يخلص كل نادي ليفربول. مره واحده الاقي نادي ريال مدريد هوبا، واحد في الثاني في الثالث في الرابع في الخامس، نادي ريال مدريد بقى 5-2. ما تفهمش ازاي، او ما تعرفش ايه اللي حصل في الماتش. هل هم مش عاوزين؟ هل هم سحرة؟ نادي ريال مدريد بيلعب بالسحر، بيلعب بالشعوذه. ما تعرفش ايه اللي حصل. تلاقي مثلا مره واحده نادي ريال مدريد كسبان 5-2. وعايز اتكلم كمان على اداء فردي اللعيبه في الماتش ده، واهمهم كان الاداء الفردي لفينيسيوس اللي ضغط في الكوره بتاعت اليسون اللي غلط فيها وجابها جون. فينيسيوس اللي بيقدم اداء من احسن الاداءات الفرديه. اللعيب بيلعب في الجناح اليسار او الجناح الشمال، لعيب قوي جدا. لعيب مساهماته السنه دي حوالي 30 مساهمه، لعيب بيقدم مستويات كبيره قوي، وانا شايفه من احسن بجد الاجنحه الشمال اللي موجوده في العالم الفتره دي. كمان كريم بنزيما اللي في كيمياء كبيره قوي بينه وما بين النجم فينيسيوس، وما بين اللعيبه بتاعته. فتلاقي كده ان في كيمياء ما بين اللعيبه دي كلها. اللعيبه دي عامله كده كيمياء ما بينها، بتروح تجيب الجون مع بعض، بيباصوا كوره كده، بيلعبوا كانهم بيلعبوا ملعب، بيلعبوا خماسي، بيلعبوا ساعه. اللي هو الموضوع بالنسبه لهم سهل قوي، مش زينا الكوره صعبه ومش عارف ايه، وما بنعرفش نغير ملعب في مصر ومش عارف الحاجات دي. خلينا بقى نتكلم عن ماتش العودة اللي هو النهارده، اللي هو الساعة 10 النهارده بتوقيت مكة المكرمة. الماتش ده هيحصل فيه ايه، او ايه اللي هيحصل في الماتش ده بتوقيت؟ انا شايف ان هيحصل فيه، انا شايف الماتش ده هيبقى صعب قوي على ريال مدريد، وبرضه هيبقى صعب على ليفربول اللي خسران 5-0 وسط جمهورها ووسط الناس كلها اللي بتشجع ليفربول. وليفربول قامت خسرت 5 على ملعبها. تخيل ليفربول ممكن تعمل ايه على سانتياغو. برضه مش متوقع الماتش يعني بطريقه كبيره ايه اللي هيحصل فيه. هل نادي ريال مدريد هو اللي هيكسب؟ هل ليفربول هي اللي هتكسب؟ مش عارف ايه اللي ممكن يحصل. بس انا شايف من وجهه نظري ان نادي ريال مدريد حظوظه اكبر، حظوظه ان هو يصعد الدور اللي جاي اكبر. فشايف ان نادي ريال مدريد هو اللي ممكن يكسب الماتش ده، هو اللي ممكن يصعد لدور الثمانيه. عشان حتى لو ليفر كسبت مش تقدر تكسب ان هي 3-0 مره واحده، او تكسب 3-0 مثلا فعلى سانتياغو لريال مدريد. مش تقدر. نادي ريال مدريد برده الهجوم بتاعه قوي جدا، فاكيد هيجيب اجوان، اكيد الماتش هيكون رايح جاي. ونادي ليفربول الدفاع بتاعه مش قد كده الموسم ده، حتى بنشوف في الدوري الاداء بتاعه متذبذب. فانا شايف ان نادي ريال مدريد هو اللي هيقدر يكسب الماتش ده ويصعد للدور اللي بعد كده.